عارف ليه بتسيبوا التكبيس كده مرة واحدة وتسيبوا الشير وتسيبوا كل حاجة؟ احنا بنتكلموا بقالنا أزيد من 3 ساعات. 3 ساعات 3 ساعات يا جاحد. صوت المرأة عورة. ان انا النهاردة اطلع اقرأ قرآن بصوتي في التلفزيون، ما شفتيش اكتر من واحدة بتقرأ القرآن كان صوتها عورة؟ إذا كان أغلبية الشيوخ قالوا إن صوت المرأة فتنة وليس عورة. السلام عليكم الناس اللي بتفكر بعقلها أكتر من قلبها، إزيكم؟ فيديو النهاردة بيتكلم عن شوية حاجات كده بتحصل على التيك توك، مصايب. بس في الأول ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وشير للفيديو، لأن الفيديو ده مهم. لا بجد مهم. بسم الله. اعملوا متابعة شباب قناة وكبسوا فلتر كلكم لو للعلوم، سمحتوا عشان التكبيس تفسير نايم. أحلام. عارف ليه بتسيبوا التكبيس كده مرة واحدة وتسيبوا الشير وتسيبوا كل حاجة؟ احنا بنتكلموا بقالنا أزيد من 3 ساعات. 3 ساعات يا جاحد. 3 ساعات يا جماعة، ما تشيروا له، كبسوا له. يعني الراجل بقاله 3 ساعات بيحاول يقلبكم في قرشين ومش عارف. اجتهدوا شوية، اسعوا. حسبي الله ونعم الوكيل. تعالوا نشوف اللي بعديه. كبسوا وشيروا. الشيخ اسلام مفسر احلام. لا عجبتني، حلو اللي اسلام. عنده دايبات واللي مش عامل متابع حسابي عم متابع حسابي لو سمحت. ربنا يكرمك يا جنى. ومحدش هيبعت لنا هديه غير جنى. ايه يا جماعه، هو مفيش بس غير جانا هي اللي بتبعت هدايا؟ امال فين بقيه البنات؟ لا راجل عيب الواد النهارده، عايزين نحييه بحاجه. فانا عايز اسال سؤال للناس، هو كل واحد حافظ له ايتين ومربي لحيته وكاتب على صفحته مفسر احلام يبقى شيخ وموثوق بيه؟ ولا كل واحده منتقبه او غير منتقبه تكتب على صفحتها مفسره احلام وتتكلم بالدين يبقى خلاص موثوق بيها؟ يا جماعه فين عقلكم؟ تفسير الاحلام ده مجرد سبوبه الناس بتاكل بيها عيش. مجموعه من الناس تستغل مشاعر الناس اللي بيحصل لهم احداث وحشه في الاحلام وبتقول لهم اي كلام. قاعدين 24 ساعه على التيك توك والسوشيال ميديا عشان خاطر يقول لك كبسوا وشيروا، ابعت لي هدايا وابعت لي قلوب وتعالى لي الخاص. فبلاش تسمعوهم وبلاش تشجعوهم. وعايز اوضح لكم حاجه كده معينه عن الاحلام. مبدئيا كده الحلم من الشيطان والرؤيه فهي من الله عز وجل، فرسول الله يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فاذا راى احدكم شيئا يكرهه فلينفس 3 مرات على شماله حين يستيقظ. اللي هو اول ما تصحى من النوم تبصق على شمالك 3 مرات، ويتعوذ من شرها فانها لا تضره، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عشان خاطر الكابوس ما يضروش او اي حلم يضره. طب نعرف منين اذا كان ده حلم ولا رؤيه؟ سؤال حلو، بس كبس الاول. اقول لك اعمل سبسكرايب. الرؤيه هي بشرى من الله عز وجل، والحلم نوعين، حلم من الشيطان وحديث نفس. طب الحلم من الشيطان عرفناه، طب ايه هو حديث النفس؟ حديث النفس ده انك مثلا تكون بتفكر في حاجه قبل ما تنام، ولما تيجي تنام تحلم بيها. فنصيحه وخصوصا للبنات، محدش يستغل تفكيرك في حلمك ويقول لك تعالى افسرهولك، لان بصراحه مفيش قسم في الازهر اسمه قسم تفسير الاحلام. فمحدش يضحك عليك ويقول لك انا متخصص وانا دارس وقاري، فما تخليش حد يضحك عليك وفكر بعقلك. عرفتوني؟ نخش بقى على الفيديو اللي بعده. مين اللي قالك ان صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة عورة. ان انا النهاردة اطلع اقرأ قرآن بصوتي في التلفزيون، ما شفتيش اكتر من واحدة بتقرأ القرآن كان صوتها عورة؟ لا مش صوتها عوره ولا حاجه، لكن صوتها فتنه. فتنه. كل الشيوخ والعلماء اللي طلعوا المرأة تقرأ القرآن كان صوتها عورة؟ شيوخ مين؟ هما مين الشيوخ اللي اباحوا الكلام ده كله؟ اذا كان اغلبيه الشيوخ قالوا ان صوت المراه فتنه وليس عوره، وكانت حجتهم قول الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني ما تلاقيش صوتك لان في شباب ممكن يفتنوا بيه. وبسبب الكلام اللي قالته دكتور نيفين، بنات كتير جدا على التيك توك وعلى السوشيال ميديا بداوا يجيبوا مايكات ويقراوا قران لايف، وساعات بيقولوا كبسوا، ومسمين اكونتاتهم المقرئه فلانه والاميره بحجابي. والمصيبه ان الفتنه فعلا بدات تنتشر، واللي يثبت لك ده ان اغلبيه الكومنتات اللي على الاكونتات بتاعتهم كومنتات رجاله، زي الله اكبر على صوتك، صوتك جميل جدا، جزاك الله كل خير. فالفتنه بتدق قلوب شباب كتير، فخدوا بالكم. فلا يجوز للبنت انها تقرا قران قدام الشباب او على السوشيال ميديا، لان طبيعي وهي بتقرا قران لازم تعمل غنه قلقله، ودي حاجات ممكن تفتن الشباب. وعايز اسالك سؤال، عمرك سمعت كده ان الرسول عليه الصلاه والسلام خلى بنت تقرا قران قدام الصحابه وقال لهم تشوفوا صوتها جميل ازاي؟ استحاله. فما تخليش حد يلعب في تفكيرك ويقول لك ان البنت تجوز انها تقرا قران قدام الرجاله عادي جدا. لا دي يا باشا فتنه. ونصيحه لكل بنت ربنا انعم عليها بحفظ كتاب الله، ابعدي عن السوشيال ميديا وعن التيك توك، وحاولي على قد ما تقدري ما تقريش قران على السوشيال ميديا ولا قدام الرجاله، واوعي تعملي بيه لايف على التيك توك وتحاولي تطلبي اجر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك اقرأوا القران واعملوا به ولا تاكلوا به. ده غير ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصاكي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني ممكن تستغل حفظك لكتاب الله انك تعلمي اطفال، تعلمي ستات في المحيط بتاعك، مش لازم تطلعي على السوشيال ميديا وعلى التيك توك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وده الاهم لان الدال على خير كفاعله. سلام.